كثرت النظريات والأفكار والدعوات الهدامة التي سرعان ما تنتشر بين المسلمين بسبب هذه الأجهزة والوسائل الحديثة. فلربما كان في قديم الزمان لا يتجاوز قول المبتدع أو الملحد أو المشكك حانوته أو بيته أو مسجده إلا بعد السنين الطوال. والآن ربما يتكلم الواحد بالكلمة الواحدة فتنتشر في لحظتها عبر العالم كله. وتعلمون الضعف الذي يعاني منه المسلمون، ضعف عملي وضعف علمي. لا سلاح لمواجهة الشهوات ولا سلاح لمواجهة الشبهات. وإن من هذه النظريات والأفكار التي استجدت في المجتمع وهي في حقيقة الأمر قديمة، لكنها صيغت بصياغة جديدة وزادت جرأة على دين الله سبحانه وتعالى من غيرها مما سبق، وهي الدعوة إلى وحدة الأديان أو ما يسمونه بالتسامح ونبذ التعصب الديني، أو ما يسمونه بالبيت الإبراهيمي، أو ما يسمونه بالملة الإبراهيمية، أو غير ذلك من الأسماء على حسب متبنيها من المنظمات والجمعيات. كثرت هذه الدعوة في هذا العصر المتأخر على حين غفلة من أبناء المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه دعوة قديمة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جيرانه اليهود في المدينة، وكانوا ربما وهم أهل مكر وخديعة وغش للناس ربما أظهروا الإيمان ثم تراجعوا عنه من أجل زعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين وتشكيكهم في دينهم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دعوة كاسدة فاسدة أبطلها القرآن ووعاها الجيل الأول فاضمحلت وماتت، وبقيت تلك القرون المفضلة ليس فيها شيء من هذه الخزعبلات حتى انقرضت تلك القرون المفضلة. فجاء من جاء من المتصوفة كابن عربي الطائي وابن سبعين والحلاج وأضرابهم من أصحاب وحدة الوجود والحلول، فأظهروا هذه المقالة ودعوا إليها فانبرى لهم أئمة المسلمين. وكان ممن كان له قدم السبق فيها أو قصب السبق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فردها على أصحابها وماتت واضمحلت هذه الفكرة. ثم جاءت في القرن الثالث عشر من الهجرة فأحياها من أحياها من أتباع منظمة الماسون العالمية ممن ينتسب إلى الإسلام، وانضم إلى هذه المنظمات الكافرة التي تدعو إلى الإلحاد والإباحية، فنشروا هذه الفكرة ودعوا إليها. جاء هذا العصر الحاضر ازدادت الجرأة في الدعوة إلى هذه البلية وهذا النفاق والكفر البواح، فطرحوا فكرة طبع المصحف مع التوراة والإنجيل، وهذا كفر عظيم. فإن القرآن كتاب الله مهيمن على من قبله من الكتب، والتوراة والإنجيل كتب محرفة وما فيها من حق فهو منسوخ بالقرآن الكريم.